أنا حصل معايا موقف محرج جدا في العيد، خلاني أفكر أعتزل التجمعات العائلية وهعيش في كهف. طبعا كلنا عارفين إن العيد يعني لمة العيلة، واللمة دي فيها أطفال. أنا بقى كنت قاعد في أمان الله وشايل ابن أخويا وبنتفرج على اليوتيوب، وبعد ما خلصنا 1000 فيديو تقريبا قلت له بكل طيبة يلا يا حبيبي روح لبابا، وهو وقايم كده بهزر معاه، فضربته ضربة خفيفة كده على التوتة. والله كانت بصافي نية. المهم لقيت الواد لف وشه وهو مصدوم وبعله صوته وسط كل العيلة وراح قايل يا بابا عمو ماسك التوتة. كل العيلة بصت لي كأني طلعت في نشرة أخبار وعامل جريمة. يا مؤمن ده حتى جدتي اللي تقريبا مش بتسمع قالت ها مسك ايه الواد ده يا ولاد، وانا واقف مش عارف اشرح ولا اقول ايه، علشان احنا في زمن شفنا فيه العجايب وهيكون صعب اقنعهم كلهم. بس فضلت اقول لهم يا جماعة انا بهزر، دي ضربة هزار عادية والله. بس طبعا لا حياة لمن تنادي. والحمد لله بعد لما الواد شرح اللي حصل فهموا الموضوع. بس انا بعد كده لو رحت اي تجمع عائلي تاني مش هقرب من اطفال، وهجيب المحامي بتاعي معايا كمان.